وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير واهلا بيكم في قناتي ومعاكم خلود صقر. كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم ان شاء الله. النهارده هعمل طريقه الفانوس رمضان بالفوم. طريقته سهله جدا وبسيطه، ممكن تعملي الحجم اللي انت عايزاه اذا كان كبير او صغير، وكمان اللون اللي انت حباه. الفوم ده موجود في اي مكتبه وسعره رخيص جدا. الفانوس ده مش هيكلفك كتير مقارنة بأسعار بره، وإن شاء الله هيعجبكم. يلا بينا نشوف طريقته. الأدوات المستخدمة: هستخدم ورقة عشان أرسم عليها الفانوس، وكرتونة تكون كرتونة خفيفة، يعني مثلا كرتونة بسكوت. أنا هستخدم كرتونة كورن فليكس، وهحتاج فوم بألوان مختلفة. ممكن تستخدمي فانوس كله بلون واحد، وممكن كل جنبين بلون، والالوان اللي انت تختاريها واللي انت حبيها. واحتاج مقص وقلم ومسطره ومسدس شمع. اول حاجه هعملها هرسم الفانوس. هشوف الشكل اللي انا عايزاه هيكون ازاي، وطبعا تقدري تعملي الحجم اللي انت عايزاه. ده كده هيكون تقريبا شكل الفانوس. مش مشكله لو اتلخبطتي، انتوا طبعا هتقدروا تظبطوه اكتر من كده. انا بس عشان عاملاه بالعكس فانتوا هتظبطوه اكتر. مش مشكله لو غلطت في حاجه، هتمشي على الخط الجديد اللي انت عملتيه. هبتدي احدد الفانوس واطلعه بالشكل الفانوس بالظبط، وبشيل اي زيادات من الفانوس. هبتدي اقصه وبحدد كده شكل الفانوس. وده كده هيكون شكل الفانوس بعد التحديد. ده تقريبا طوله 25 سنتي. انت ممكن تطولي الفانوس او تصغريه على حسب اللي انت عايزاه. هبتدي اجيب ورق الفوم وبظبطها كويس، واظبط الفانوس كويس على الفوم، وببتدي اعمل شكل الفانوس ده بالتحديد على الفوم. يكون بالشكل ده كده. ثبتي ايدك كويس. كده هيكون شكل الفانوس بعد التحديد. طبعا في الرسم في الاول في ورقة بيسهل عليكي ان انت تعملي الفانوس اسهل، بدل ما ترسمي على الفوم على طول. ممكن الخط يتعوج منك او حاجة، او تقصي بعد كده ما تطلعش المقاس مظبوط. فالاحسن ان انت تعملي المقاسات بره في ورقة خارجية. هبتدي بالمقص افرغ الفانوس ده زي ما بالظبط لما عملت في الورقة. ده كده هيكون شكل الفانوس. هبتدي اقسم الفانوس ده على 3 اجزاء. هيبقى متقسم بالشكل ده. هجيب اي كرتونة تكون خفيفة. الفايدة الكرتون اللي هي هتخلي الفانوس اتقل وماسك نفسه اكتر. هبتدي اقص
على قد الاجزاء اللي انا قصيتها من الفانوس. وده كده هيكون شكل الفانوس والكرتون بعد ما فرغته الاتنين بنفس الشكل. هبتدي ألزق الكرتون ده في ظهر الفوم من ورا. ده كده هيكون شكل الفانوس بعد ما حطيت له ورق الكرتون من ورا. هيبقى مفرود اكتر وتقيل في نفس الوقت، وهيبقى الفوم ماسك نفسه. هعمل باقي الوان الفانوس بنفس الطريقه. ده كده هيكون شكل الفانوس كل الجوانب بعد ما قصيتها وحطيت من ورا الكرتون. هبتدي اعمل الجزء اللي في النص عشان على اساسه اعمل باقي الفانوس. اول لونين هعمل خط كده بالشمع، وهبتدي الزق عليه اللون التاني وبثبته كويس. هشوف اللون التاني اللي انا عايزه اعمله. كده هيكون الجزء اللي في النص بالشكل ده. هبتدي اعمل باقي الجوانب. هعمل الجانب اللي من تحت، بخلي بالي من تدريج الالوان. ده هيكون الجزء السفلي من الفانوس. هبتدي اعمل شكل كده مدور عشان احطه ما بين الجزء اللي في النص وما بين الجزء السفلي. ممكن تجيبي كوبايه، انا عندي الشكل ده بتكون سيليكون، كوبايه او اي قطعات مثلا بتاعت بسكوت، وتبتدي تحطيها على الفوم. وابتدي ارسم بيديني الشكل النهائي بيكون كده. وهبتدي افرغها. وده كده هيكون شكلها بعد ما فرغتها. هجيب جزء كده كده وهبتدي الشمع كده وبلزقها. يكون ده كده شكلها. بحاول اسويها عشان تبقى كل الجوانب تقريبا نفس المقاس. يكون ده شكلها. وببتدي احط الجزء اللي في النص من الفانوس، بحطه بظبط الالوان بالشكل ده. هبتدي احط كده الشمع بحاول اسويه. لو مش عايزه تحطي الجزء اللي انا عملته اللي هو الجزء المدور ده براحتك، تلزقي على طول الجزء اللي تحت. هبتدي الزق الجزء اللي من فوق
ده هيكون الجزء اللي من فوق. هبتدي ألزقه في الفانوس. ده كده هيكون شكل الفانوس كله بعد ما لزقته. عايزة اداري، هعمل اي شكل فيه تدريج من فوق كده بالشكل ده، وبقيس حجمه على الفانوس. مثلا هيكون كده، وببتدي على الفوم اعمل الرسمة دي بحيث تديني شكل التدريج ده. هيكون ده شكلها، وببتدي ألزقها على الفانوس. ده كده هيكون شكله من فوق، ادى شكل احلى ومنظر للفانوس. هبتدي اعمل نجوم وهلال والزقهم لشكل الهلال. هجيب اي شكل مدور، اي غطا بحاجة بلاستيك عندي، او ممكن القطعات بتاعة البسكوت. بعمل شكل مدور كده نص دايرة، وببتدي اطلع بالشكل ده كده. هيديني شكل الهلال. هبتدي افرغه. ده هيكون شكله. احطه على الفوم وابتدي اعمل نفس الرسمة، بس تخلي الفوم على العدلة. ده هيكون شكل الهلال. بعمل شكل النجمة. وبقصها وبحطها على الفوم، وبعملها زي ما عملت الهلال بنفس الطريقة دي. كده هتكون شكل النجوم والهلال اللي انا عملتها. هبتدي الزقهم. مش بحط اللون الهلال او النجمة نفس لون الجزء دوت، لا بغير اللون عشان ما يبقاش اللون مش واضح. بحط النجمة بالشكل ده. ده هيكون شكله. هبتدي اعمل ايد للفانوس من فوق. وده كده هيكون الشكل النهائي للفانوس. حاولي لو في اي زيادة في الشمع تشيليها عشان يكون الشكل العام كويس. وممكن لو حابة تضيفي الاسم بتحدديه الاول في ورقة خارجية زي ما عملت الهلال بالظبط، وبعد كده بتقصي عليه الفوم وتلزقيه. ممكن تكتبي اي حاجة انت حباها. طريقته بسيطة جدا وسهلة، تقدري تعملي اللون اللي انت عايزاه، وادواته كلها متوفرة في اي مكتبة. ان شاء الله يعجبكم.
لو عجبكم ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب للقناة عشان يوصلوك كل جديد، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.